السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا شفنا وصول المنتخب المغربي وصل لمطار الرباط سالا، وشفتوا الجماهير وشفتوا الشعب المغربي اللي تلقى لهم وفرحانين وتيغوتوا وليد وتيغوتوا حكيم وتيغوتوا على جميع اللعابه ديال الفريق المغربي. باش تشوفوا حنا ماشي بحال واحد الناس اللي مشاو تهجموا على المدرب في المقر السكنه ديال لوبطيل، مشاو هجموا عليهم تماك. واش حنا درنا بحالكم؟ لا، ما درناش بحالكم. حنا رحبنا بالمدرب ورحبنا باللعيبه وتيتصوروا معاهم وتنعطيهم الورود، حيت هادوك اسود الاطلس. واحد اللي كان تا هو تيتكلم وكان تيهضر ديما زعما بحال داير لنا الطاقيه، زعما انا ما تحملش الجزائر والحكومه الجزائريه شويه من خسر المغرب، هو يقول لهم هزوا الطياره ديالكم ورجعوا لبلادكم. علاش نقول لكم ما تثيقوش بهذوك اللي تيبغيو يطلعوا ليفي، تيكونوا شي دول وحدين اخرين وتيجيو زعما من المغرب ولا شي حاجه، بلا ما تصدقوش هذاك الشيء غير على وديت ليفي، على وديت المشاهدات، على وديت الارباح اللي في الادسنس. راه هادشي اللي خاصكم تعرفوا عليها. الجمهور المغربي والشعب المغربي تيحيي الاسود الاطلس. ماشيش كيفاش فرحانين تقصينا، ولكن عندنا لعابه كبار، عندنا لعابه تنفتخروا بهم، ماشي تنسبوهم ولا نعايروهم بحال اللي درتو نتوما. لا 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 لا، حنا ما نسبوش المنتخب ديالنا، حنا ما نعايروش المنتخب ديالنا. حنا المنتخب ديالنا خاصنا ديما نهزوا ليه والمعنويات. المنتخب ديالنا ماشي بحالكم نتوما مشيتوا بقيتوا تتسبوا المنتخب ديالكم وضربتوه وتهجمتوا عليه في الوطيل وشحال من حاجه. ماشي حشومه، ماشي عبوار، ولكن شنو نقول لكم، تحياتي للجميع، وان شاء الله ديما نبقى نحط لكم فيديوهات بحال هكا وفيديوهات جداد. وما تنساوش بواحد اللايك وبواحد البارطاج باش ديما نحط لكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.